واش عمرك شفتي ورقات شجر مطروزة وكتبان بحال حقيقية؟ اليوم غنوريك سر بسيط يخلي التطريز ديالك يبان احترافي من أول مرة. السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يا رب هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعلموا طريقة تطريز ورقات الشجر بطريقة احترافية، والنتيجة غتكون إن شاء الله رائعة وغادي تعجبكم. أولًا الأدوات اللي كنحتاجوهم في التطريز اليدوي، كناخدو واحد الثوب وكنحتاجو الطارة اللي هي مرمى، الإبرة، مقص، الإبرة أنا كنخدم ديال الراندا رقم 5، وكنحتاجو الخيوط اللي كتكون مناسبة. أنا كنكونو أصلًا حنا ملي كنديرو الرشمة راه كنكونو عارفين الألوان اللي بغينا نخدمو بيهم. هنايا ورق الشجر أغلبيته يتخدم بالأخضر يعني بالدرجات ديالو، وبعض المرات كنخدمهم حتى بالبني. تاني حاجة اللي غادي نحتاجوها هي أننا غنكونوا يعني عارفين الرشمة، تكون عندنا رشمة راسمينها على الثوب، من بعد راه الخطوات إن شاء الله باينين. كناخد الخيط ديالي كندخلو في الإبرة، وكنبدا دائمًا من أسفل الثوب، وكنضرب في الثوب، وكنبدا نتبع هذيك الرشمة اللي أنا رشمتها. هنا غادي نخدمو بغرزة الحشو باش نملئو هذيك الورقة. باش يجينا هذاك الخط ديال الوسط، باش يجينا مقاد وتجينا فعلًا الورقة وكأنها حقيقية. ممكن نستعنوا بواحد المسطرة ونرسموا هذاك الخط، بحيث أننا نقسموا هذيك الورقة الشجر على نصفين متماثلين، باش تمشي معاه. منين نكون كنخدم وأنا تنضرب هادوك الغرز ديالي يجوني مقادين في خط مستقيم، يعني بلا ما نبقى نزيد شوية نزيد لقدام أولا نرجع للوراء وتجيني الخدمة ماشي هي هذيك. هذه نصيحة أولى. النصيحة الثانية واللي ديما غادي ننصح بها المبتدئات حتى إن شاء الله يولوا محترفات، هي أننا يعني كاينين شي حويجات ضروري أننا نتجنبوهم، بحال ما نزيّرش يدي وأنا تنخدم، يعني ما نزيّرش الخيط، وما نكونش وأنا كنخدم نيت وأنا معصبة، حيت كل ما كنت معصبة غادي نبقى نجر في الخيط حتى كتجيني الرشمة ماشي هي هاديك. تنضرب هادوك الدقات يكونوا متقاربين باش ما نخليش الأثر ديال الستيلو يبان. المرمى قبل ما نبدا نخدم تنتأكد بأنني زيّرتها مزيان وبأن الثوب مشدود مزيان. هادو حتى هُما هذه حتى هي من الأمور اللي كتخلي الخدمة ديالنا تبان متقونة وتبان زوينة. وكما قلت نحرص على أنني نمشي على الرشمة كيف ما هي مرسومة، ما نزيد ما نقص، باش تجيني كما أنا رسمتها وكما أنا تخيلتها. حيت إلا بقيت كنغيّر في هاديك الرشمة اللي أنا راشمة، بقيت كنزيد نزيد ولا نقص شوية ولا ندخل على رشمة ولا نخرج هكا، راه تيبقى أولًا أثر الستيلو. حيت أنا صراحةً هاد الستيلو ما عنديش داك الحراري، ما عرفتش صراحةً، ما عرفتش هنا البلاصة اللي أنا فيها سولت ما لقيتوش، ما عرفتش. تنقلّب عليه هذاك الحراري زوين، أنكِ كتمسحيه بشي حاجة سخونة ولا بمصلوح ديال الدار وكيتحيد. أنا صراحةً تنلقى مشكل بزاف إلا خطأت في إلا رسمت شي زعما رشمة ولا هاكا وما جاتنيش، صراحة تيعذبني الستيلو. ما عرفتش هذاك الحراري فين كاين، غادي نسول عليه ضروري. داك الشي علاش باش ما نتجنبش أن يبقى ليا داك الأثر تاع الستيلو، يعني نمشي معاها دقة، دقة، نمشي معاها دقة، دقة. وكما كتشوفوا راني تنقرّب الدقات هادوك الضربات ديال الإبرة راه كنجيبهم حدا بعضياتهم، منها تيجيني الخدمة زوينة، ومنها ما تنخليش هداك الأثر ديال الستيلو يبان. هادو هُما النصائح اللي بغيت ننصح بيهم. وكان اللي بغيت نزيد عاود نقولها هي أن أي وحدة بغات تحترف التطريز أولا الطرز الرباطي، فتنقول لِك عليك بهاد الطرز باليد ديال بالخيط ديال الصوف. راه صدقيني أنِك غتولي بحال كنقولوا ضربنا عصفورين بحجر واحد، راه تتولي كديري هاد الطرز باليد اللي فيه بزاف ما يدار. كنطرزو به المرمّات، كنطرزو به المخدات، اللوحات. حيت دابا ولاو كيستعملوا حتى في كنقدروا نزينوا بهم تيشيرتات الوليدات. فيه بزاف ما يدار. أنا غادي نحط معاكم شنو هما الأشياء اللي ممكن أولا كيف أنا تعلمت الطرز باليد، أشنو نخدم به. غادي إن شاء الله يجي فيديو إن شاء الله تعالى. و يعني ومنها كتلقي راسك
تعلمتي حتى الطرز الرباطي، ديك الساعة ملي كتخدمي بالحرير كيولي مطاوعك الحرير وكتخدمي أولا الصابرة كل واحد كيسميها، كتلقاي راسك أنتِ صافي يدِك طلقات لك في الخدمة يعني هو البوابة ديال الاحتراف ديال الطرز الرباطي، اللي لقات مشكل فيه فأنا بغات تعلم الطرز الرباطي ولقات مشكل، فأنا كنصحك أنكِ تبداي بهاد الطرز بديت بالخيط ديال الصوف، عاد دوزي إن شاء الله للطرز الرباطي. وفي الأخير غادي نقول لِك خُدي وقتِك وأنتِ كتعلّمي، خُدي وقتِك وأنتِ كطرزي باش تستمتعي بهداك الشي اللي كديري، وصدّقيني بأن راه غادي تكوني فخورة بنفسِك وأنتِ كديري شي حاجة وتعلّمتِ شي حاجة. ما تنساونيش إلا عجبكم الفيديو بأنكم تدعموا القناة وتدعموا الفيديو بلايك وتشتركوا أيضًا في القناة لِمَ لا، وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. قولوا لي في التعليقات أشنو بغيتوا نحط لكم في الفيديو الجاي إن شاء الله.